فعلا كما تدين تدين، ووقعت الشاطر ب1000. تخيل نفسك طول عمرك شاطر، لا يمكن حد يضحك عليك، ويوم ما تقع تخسر دنيا وآخرة. أنا إيناس، بقالي 12 سنة في الجامعة. ما تستغربوش، أصلي بتعمد أعيد السنة عشان شغلي عايز كده. طبعا بتسأل نفسك يا ترى إيه طبيعة الشغل دي؟ هحكي لكم حكايتي. دخلت الجامعة من 12 سنة. دخلت جامعة خاصة علشان مجموعي ما ساعدنيش على الجامعة الحكومي. بعد ما دخلت الكلية كنت كل يوم أسمع زعيق أمي لأبويا وهو بيقول لها هنجيب فلوس الجامعة الخاصة منين؟ كانت اتنيلت واتجوزت أحسن. واسمع رد أمي بتاع كل مرة وهي بتقوله معلش يا أخويا، البت مش حلوة قوي وفرصتها في الجواز هتكون ضعيفة، إنما لو متعلمة كويس أكيد حد هيعجب بيها ويتجوزها. قبل ما أكمل لكم حكايتي بدعوكم للاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. كنت أسمع الحوار وأحزن على نفسي، ليه أنا مش عارفة أعيش زي باقي صحابي؟ من صغري وأنا مش جميلة قوي، كنت أقل واحدة في الجمال وسط صحابي، وبرضه ما كنتش شاطرة، ومستواي التعليمي كان قليل قوي بينهم. كنت يدوب بنجح بالعافية. أصحابي كانوا على طول خروج وفسح في الأجازة، وأنا لأ، لأني كنت أفقر واحدة فيهم. كنت دايما بحقد عليهم، إشمعنى أنا اللي مش عارفة أعيش زيهم. وفي يوم حاتم ابن عمي قابلني في مطعم كانت عازماني فيه صاحبتي هاجر على الغدا. هاجر من عيلة غنية جدا، اتعرفت عليها من أول سنة دخلت فيها الجامعة، وكانت أقرب صاحبة ليا. صحيح كنت بغير منها عشان هي أجمل وأغنى مني، بس ما كانش ليا صحاب غيرها. حاتم قرب علشان يسلم عليا، ولما عرفته على هاجر عينه لمعت. هو سبقني في الكلام وعرفها بنفسه وقال لها أنا حاتم، رجل أعمال، مدير شركة والدي. ساعتها بصيت له باستغراب، هو إيه الكلام ده؟ حاتم غطى على الكلام وقال لها اتشرفت جدا بمعرفتك. وقتها عرفت إن حاتم بيرسم على صاحبتي وعايز يرسم نفسه قدامها. ولما رحت البيت لقيته بيكلمني وطلب إني يشوف هاجر تاني، وأنا وقتها عرفت إنه حبها من أول نظرة. وفعلا بدأت أرتب له كل المواعيد اللي ممكن يقابل هاجر فيها، وبدأوا يتقابلوا ويكلموا بعض على الفيسبوك والواتس. هاجر كانت دايما بتحكي لي قد إيه هي بتحبه وتعلقت بيه ونفسها يجي يخطبها. في الوقت ده أنا كلمته وبدأت أفتح معاه كلام وأسأله عن هاجر وإنه بيحبها ولا لأ وهيخطبها إمتى. بس رده صدمني لما قال لي خطوبة إيه يا إيناس؟ هو أنا هربط نفسي بخطوبة وجواز دلوقتي؟ أنا عايزة أكون نفسي وأشوف مستقبلي وأفتح مشروع وأعيش بقى زي باقي الخلق ما هم عايشين وأشوف الدنيا. رديت عليه بعصبية وقلت له يعني إيه؟ اللي أنت بتكلمها ليه وبتعلقها بيك ليه؟ ضحك وقال لي أهي مصلحة بطلع منها بقرشين. معقول حاتم ابن عمي يبقى كده بيصطاد البنات علشان يطلع منهم بفلوس؟ صدمتي فيه ما خلتنيش عارفة أرد أقول له إيه. قطع تفكيري كلامه وهو بيقول لي بقولك إيه، أنا طلعت من ورا هاجر بفلوس حلوة ونسبتك محفوظة، وإنتي وشطارتك بقى شوفي لي كام واحدة زي هاجر كده متريشين وكل مكسب ليكي نسبة فيه. كنت مصدومة، قفلت السكة في وشه وأنا متعصبة قوي وبفكر في هاجر صاحبتي، مش عارفة هقول لها إيه. دي اتعلقت بيه قوي. تاني يوم قابلت هاجر في الجامعة وقلت لها ابعدي عن حاتم يا هاجر، أنا عايزة مصلحتك. بس صدمتني لما لقيتها بتزعق فيا وبتقولي مصلحتي؟ انتي غيرانة مني وفاكراني مش واخدة بالي؟ لا، أنا واخدة بالي من زمان قوي إنك بتغيري مني، بتغيري من جمالي ومن شياكتي، بس توصل بيكي الغيرة إنك توقعي بيني وبين حبيبي؟ لا، مش هسمحلك. وسابتني ومشيت. كنت منهارة من اللي عملته. روحت البيت منهارة، ازاي صاحبتي تقول عليا كده؟ وقتها اتصلت بحاتم
وقلت له أنا موافقة وعايزة نسبتي من فلوس هاجر. ساعتها ضحك وقال لي هو ده الكلام. وفي كل خروجة مع هاجر بقى يسحب منها فلوس أكتر من المرة اللي قبلها. مرة أصلي نسيت المحفظة، ومرة أصلي اتسرقت، ومرة سامحيني يا حبيبتي أصلي واقع في ورطة ومحتاج سيولة. اديته دهب هيبيعه وياخد الفلوس اللي عايزها. بعدها حاتم اختفى من حياتها تماما، وما عادش بيرد على تليفوناتها ولا على رسايلها. وقتها جات لي منهارة وبتسألني عليه. قلت لها معرفش عنه حاجة، أنا ياما حذرتك منه وما سمعتيش كلامي وقلتي عليا غيرانة، فاكرة؟ مشيت من عندي منهارة، وأنا بقى بدأت اصطاد البنات اللي مش قوي في الجمال. وكل ما بنت تشوف حاتم تقع في حبه وما تصدقش نفسها. وهو كمان كان شاطر قوي في التمثيل. كل شهر ضحية جديدة، المهم انها تكون غنية ومتريشة، وحشة حلوة مش مهم خالص. ومع معظم الخروجات انا بكون موجودة اسمع كلام الحب والغزل، الكلام الرقيق الناعم من حاتم. ياه، عمر ما حد قال لي كلمة حلوة. بس كل اللي كان يهمني ان يبقى معايا فلوس، وفعلا بقى معايا فلوس كتير انا وحاتم. وبعد ما شبعت من الفلوس حسيت اني وحيدة. بدأت اغير على حاتم، ده ابن عمي انا، وانا اللي عملته، وانا اللي ساعدته ان يبقى معاه فلوس. ودلوقتي هو معاه فلوس وهيفتح مشروع وهيبقى رجل اعمال بجد. دلوقتي انا مصيري ايه؟ انا بقالي 12 سنة في الكلية عشان اصطاد له البنات، ومستقبلي ضاع. لازم يبقى معايا ولازم يبقى بتاعي انا فعلا بحبه، ولازم نبطل نصب بقى. حاتم كان حاسس بيا من زمان واني بحبه، بس كان عامل نفسه مش واخد باله عشان شغلنا يفضل ماشي. وفي يوم اتعصبت عليه وقلت له كفاية لحد كده بقى يا حاتم، انا بحبك، ما عدتش مستحملة اللي انت بتعمله. رد عليا بكل هدوء وقال لي انا كمان بحبك، وبعمل كل ده عشانك، علشان اكون مستقبلي واعرف اتجوزك وافتح المشروع. وفعلا صدقته، وبدأنا نزود الشغل، وبقيت بستخسر في نفسي اي حاجة. بدأت احوش فلوس كتير لحد ما في يوم جه وقال لي انا خلاص هفتح مشروعي، ولازم يكون معايا مبلغ كبير، بس السيولة اللي معايا مش مكفية. عرضت عليه ياخد الفلوس اللي معايا، كنت واثقة انه عمره ما هيكون بيكذب عليا فعلا. وفتح مشروعه وفلوسه زهدت، وكل ما فتحه في موضوع الجواز يتهرب مني، لحد ما في يوم جه وقال لي ان شركته خسرت وانه مديون، والبنك هيحجز على شركته، وانه قرر هيتجوز واحدة متريشة 2-3 كده لحد ما يخلص على فلوسها، وبعدين يتجوزني ويردلي كل فلوسي. طبعا رفضت في الاول، بس ما كانش قدامي حل تاني غير ان اوافق. وفعلا اتجوز واحدة جميلة قوي وغنية اسمها رغدة. بس اللي اكتشفته بعد كده انها ما كانتش جوازة مصلحة، ده كان بيحبها بقاله فترة، وان شركته ما خسرتش ولا حاجة. حسيت وقتها قد ايه انا رخصت نفسي، واني اتضحك عليا زي ما كنت بضحك على كل البنات، واللي عملته فيهم اتعمل فيا. بس قلت لا، لازم انتقم منه وادفعه تمن اللي عمله فيا ده. رحت الرغدة مراته وحكيت لها كل حاجة. كنت متوقعة انها هتتعصب او هتزعق او حتى هتكدبني، بس ردت عليا بكل برود وقالت لي خلصتي كلامك؟ قلت لها اه. ردت وقالت لي انا عارفة واتفضلي. كنت مستغربة، ازاي هي عارفة؟ مستحيل يكون قال لها، وازاي هي قدرت على نفسها تعيش مع شخص زي ده؟ كنت هتجنن. روحت البيت واتفاجئت بأمي بتقولي في عريس متقدم لي ولازم اوافق، واني خلاص بقيت كبيرة في السن وقطر الجواز هيفوتني. وافقت واتجوزته،
بس من أول يوم وهو بيعاملني زفت وبيضربني ويهني، وكان حابسني في البيت وقافل عليا على طول. كنت بقوله انت اتجوزتني ليه؟ حرام عليك، انت بتعمل فيا كده ليه؟ طلقني. فضل يضرب فيا جامد ومضاني على ورقة، ما كنتش اعرف ايه الورقة دي، بس مضيت من شدة الضرب اللي كان بيضربهولي. وفي يوم صحيت الصبح ما لقيتش جوزي، ولقيت ورقة طلاقي، ورقة مكتوب فيها كان لازم دي تكون نهايتك انتي وهو، بكل اللي عملتوه في بنات الناس دول. هحب اعرفك بنفسي، انا بقى اخو رغدة، مرات ابن عمك حاتم، قصدي طليقته اللي نصبت عليه وخدت كل فلوسه، ومضيته على وصل امانة زي اللي مضيتك عليه، علشان نسجن كنتوا الاتنين. ونسيت اقولك، رغدة تبقى صاحبة هاجر اللي كانت صاحبتك اللي غدرتي بيها. مبروك عليكوا السجن انتي وابن عمك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل القصص، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات علشان نفضل نسجل لكم في القصص.